أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. الترجي الرياضي التونسي يضع خطوة كبيرة نحو التتويج بالبطولة لهذا الموسم بعد الانتصار على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة هدف مقابل 0. هدف سجله يانساس بعد تمريرة أكثر من رائعة من أمين بن حميدة. الترجي الرياضي التونسي ينتصر بجدارة لكن بدون إقناع. النادي الرياضي الصفاقسي قام بعديد الهجمات المرتدة التي كادت عن طريقها تصل إلى شباك الحارس بشير بن سعيد. كاد النادي الرياضي الصفاقسي في أكثر من مرة تسجيل هدف التعادل بعد بهتة من دفاع الترجي التونسي، لكن في الأخير الترجي يحقق الانتصار وبالعلامة الكاملة. 50 مباراة على التوالي للترجي الرياضي التونسي دون هزيمة في رادس، 4 سنوات متتالية. مبروك للترجي الرياضي التونسي الانتصار وحظ اوفر للنادي الرياضي الصفاقسي. مباراة ما ريناش فيها برشا كورة، ما نجمش نحكي معاكم على الكورة، برشا تقطع في اللعب، ما فماش برشا فرص سامحة للتسجيل، اللعب منحصر في وسط الميدان. النادي الرياضي الصفاقسي لم يقدم الكثير في هذه المباراة وكذلك الترجي التونسي، تقريبا مباراة متاع 1-0. الترجي انتصار ثمين بعد تعادل الاتحاد المونستيري امام الملعب التونسي في ملعب الهادي النايفر، تعادل سلبي 0-0، والترجي اصبح بعيد بنقطتين على الاتحاد الرياضي المونستيري، وبذلك الترجي يقترب اكثر من التتويج بالبطولة لهذا الموسم. حتى الاربيتر اليوم برغم تونسي والناس الكل عندها برشا تحفظات، الترجي التونسي طلبت بتغيير الحكم وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي، لكن الحكم قدم مردود رائع اليوم، ما شفناش أثر على نتيجة المباراة. في المقابل شفنا الحكم المغربي في مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي، شفنا برشا احتجاجات وشفنا مناوشات بين اللاعبين. ان شاء الله تكمل زوج جولات اللي مازالوا على خير وبروح رياضية عالية، وباش نشوفوا نهائي بطولة كما توقعت. الاتحاد المونستيري مازالوا مباراة واحدة قبل مباراة نهائي البطولة، اذا انتصر يؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة، والترجي التونسي في تنقله لباجة والحصول على 3 نقاط ثمينة من باجة. مازالوا جولتين فقط في البطولة، إن شاء الله نشوفوا فيهم برشا كورة وبرشا متعة. الموسم هذا موسم استثنائي على جميع المقاييس.